في أعقاب التعثر الأخير أمام الدفاع الحسني الجديد، خرج هشام أيتمنى بتصريحات كشفت كواليس الأزمة داخل أسوار النادي، حيث وضع النقاط على الحروف في قضيتين بارزتين: واقعة بن عبيد. كشف أيتمنى عن تفاصيل مشادته مع الحارس المهدي بن عبيد، موضحا أنه وجه له لوما شديدا بسبب مطالبة الأخير بمكافأة مالية في خضم المباراة، وكان رده حازما بضرورة اللعب من أجل القميص لا للمال، مؤكدا أن معيار الإدارة الحالي هو الروح القتالية قبل كل شيء. مستقبل كارتيرون رغم تصاعد حدة الانتقادات ضد المدرب باتريس كارتيرون إثر فقدان النقاط قاريا ومحليا، اختار أيتمنى نهج التريث، فرغم إقراره بوجود تحفظات على خيارة المدرب التقنية إلا أنه شدد على سياسة الصبر، مرجعا ذلك لغياب البدائل المتاحة حاليا في سوق الانتقالات.